السلام عليكم. مرة أخرى أجد نفسي مضطرا لتسجيل فيديو جديد مرتبط بموضوع مهم جدا، لأنني التقيت بمجموعة من الإخوان بدوار باب جنان، وعلمت من خلالهم أنهم لم يستفيدوا من الشعير المدعم. وبالتالي هذا الموضوع ديال الشعير المدعم خلى بزاف ديال الناس اللي عندهم مواشي وعندهم محتاجين من داك الشعير المدعم، وللاسف ما استفدوش. باعتباري كمواطن لا اقل ولا اكثر انتمي الى هذه البقعة من الارض، اتحدث بحرقة شديدة. 3 ديال الاشطور ديال الشعير المدعم مع كامل الاسف أقولها أن جماعة طريبة استفادت فقط من الفتات، استفادت يعني بصيغة أخرى بواحد النسبة قليلة جدا، قليلة جدا مقارنة مع احتياجات الساكنة. لأنه لا يخفى على الجميع هذا الموسم الفلاحي كان موسم ضعيف جدا، وبالتالي هناك خصاص، كانت المردودية ديال الأرض والإنتاج الفلاحي كان ضعيف جدا. وبالتالي الناس اللي عندهم الماشية واللي عندهم الكسب يعني في حاجة ماسة إلى الشعير المدعم. لكن مع كامل الأسف الجماعة ربما، ولا لست أدري، الحصص ديالها ما خدتهمش كاملين، ربما تخلت عليهم لصالح جماعات أخرى. ربما هذه فقط، أنا لا أوجه الاتهامات وإنما فقط تساؤلات أتساءل، لأن جماعات أخرى حسب علمي ومن مصادر موثوقة استفادت من حصص كبيرة. هذا بشكل عام. يعني إضافة إلى ذلك التوزيع ديال الشعير المدعم كان توزيع متباين من دوار إلى دوار آخر. هناك دواوير ومناطق استفادت، في حين هناك بعض الدواوير لم تستفيد. وهنا غادي نسمي مثلا دوار باب جنان ما جاش الشعير ديالو المدعم، ما جاش، ما عرفتش انا علاش ما جاش، كنتسائل. نص ديال الناس ما استفدوش، استفدوا مع الناس ديال عين ثلاثة، كانوا كيمشيو عند الناس ديال عين ثلاثة للدوار الاخر باش يستافدوا من الشعير المدعم. هذه حقيقة كيعرفها الجميع. في حين الحصة ديال هاد الدوار ما جاتش، علاش وكيفاش وما نعرف. كنتظروا التوضيح من عند الناس اللي كيشرفوا على هذا الشيء والناس اللي كيمثلونا، كنتظروا انهم يوضحوا لنا هذا الشيء. 3 الاشطور ما استفدناش. هذه طامة كبرى، هذه راها معضلة. في حين الاجراء اللي داروه بعض الدواوير والممثلين، الناس اللي كيمثلوا بعض الدواوير، اتصلوا بالساكنة دار بدار وحدوا العدد اللي خصهم. هادشي ندار في بعض الدواوير بلا ما نسميها، ما باغيش نذكر الاسماء وما باغيش نذكر هادشي علاش، شحال خصهم العدد. داروا دار بدار في بعض الدواوير، ماشي في الدوار ديالنا، دار بدار، وحدوا العدد اللي خص كل ساكنة وزودوهم بالعدد الكافي. يعني ناس تحركت واشتغلت بهذه الطريقة، وهذا هو المنطق ديال الاشتغال. في حين وانا عارف شنو تنقول، حنا في هاد البقعة في باب جنان تا واحد ما جا عند الناس وقال لهم شحال خصكم ديال الشعير المدعم، شحال خصكم ديال الشعير المدعم. يعني ودابا الان الناس كيشكيو، الناس محتاجين، الناس كاين واحد الغضب عارم انا شفتو عند الناس، بما فيهم حتى حنا كنديروا الفلاحه ما استفدناش. مع كامل الاسف انا كنتاسف جدا لهذا الموضوع. لهذا انا ما عرفتش واش هناك مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية ولا التراتبية، ولا حنا ما عندناش اللي يمثلنا، ولا حنا ما عرفتش. أنا ما عرفتش فين الخلل.
في الخلال حتى حصه ما جات للدوار بابجان. هذا باختصار باش ما نطولش الفيديو. علاش حنا كنتظروا كنتمناو شي واحد يجاوبنا، شي واحد عنده الشجاعه، غير شويه الشجاعه، رغم ان الشجاعه ولات قليله. الشجاعه ولات قليله عند الناس. نتمناو شي واحد كيعتبر راسو مسؤول يجاوبنا علاش الحصه ديال باب جنان ما جاتش باختصار، ويوضح لنا وعلاش ما استفدنا في الشطر الاول، وفين مشى الشطر الثاني، وفين بان الشطر الثالث. الا كنتو كتنهجوا السياسه ديال القرب من المواطنين، خصنا نوضحوا هادشي، تعرفوا توضحوه لينا، توضحوه ماشي غير ليا انا، توضحوه للناس اللي ساكنين. الا كنتو كديروا سياسه القرب والسياسه التشاركيه كما تدعون، ولا كنتو كتدبروا الشأن المحلي بوسائل حديثة، خصكم توضحوا للناس باش الناس يعرفوا. حتى الا كانت الحجم ديال الاستفادة قليل يعرفوه، حتى الا كان الحجم كبير يعرفوه، حتى الإكراهات اللي كتطرح يعرفوها. ولكن باش الحصة ديال بعض الدواوير تجي والحصة ديال باب جنان ما تجيش، هذه علامة استفهام كبيرة. هذه علامة استفهام كبيرة. ما غاديش نطول الفيديو أكثر، للحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.